أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الاقتصاد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو تكلفة المعيشة والتضخم. يعني إيه تضخم وإزاي بنحسبه؟ وإيه هو اللي بيحدد تكلفة المعيشة؟ التضخم ببساطة هو زيادة مستمرة في أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت، وده بيأثر على قدرتنا الشرائية. يعني لو النهاردة كنت تشتري الحاجة بجنيه، فاعمل حسابك إن السنة الجاية ممكن تشتريها بجنيه ونص، وده بسبب التضخم. هنعرف مع بعض إزاي بنحسب التضخم من خلال مؤشر الأسعار، وهنشوف أمثلة لدول التضخم فيها وصل لأرقام كبيرة جدا، وده أدى لانهيار العملة المحلية زي ما حصل في فنزويلا وزيمبابوي، واللي عانوا من تضخم مفرط أدى لفقدان العملة لقيمتها. تابعونا علشان نفهم أكتر إيه اللي بيحصل حوالينا وإزاي نقدر نتعامل مع التغيرات في تكلفة المعيشة والتضخم. خليكم معانا. اتفقنا إن الأهم من إن أحدد تكلفة المعيشة عند نقطة معينة هي فكرة التكلفة ديت بتزيد ولا بتقل؟ الأسعار بتزيد ولا بتقل؟ وقبل ما أبدأ عايز أسألك سؤال، أنت بتحب ارتفاع الأسعار؟ أو حضرتك بتحب ارتفاع الأسعار؟ طبعا للوهلة الأولى كل الناس هتقول لي بمنتهى البديهية، هو في حد بيحب ارتفاع الأسعار؟ الحقيقة أنت بتحب ارتفاع الأسعار. تعال كده نفكر مع بعض. تحب تشتري شقة مثلا بنص مليون جنيه، تيجي على آخر السنة يقولك لا والله ده هي دلوقتي ب 300,000؟ شفت احنا بنحب ارتفاع الأسعار ولا لأ؟ احنا بنكره ارتفاع الأسعار لما نكون مشترين، ونحبه جدا لما نكون بائعين. وتعالوا نشوف تفاصيل أكتر. سنة 1918 في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى كان سعر رغيف العيش 1 مارك، ساعتها طبعا قبل ما تبقى يورو، عملة ألمانيا وقتها قبل ما تتحول اليورو. السعر ده ابتدأ يزيد لحد ما وصل لرقم خرافي حوالي 20 مليار مارك ألماني سنة 1923. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن العملة الألمانية أصبحت بلا قيمة، لدرجة إن الأطفال كانوا بيلعبوا بيها، لأنه أرخص إنه يلعب بالمارك أرخص من إنه يشتري لعبة أطفال، وكان أرخص إن أنا أستخدم الورق بتاع المارك نفسه كمواد للتدفئة من إن أسيبه كقيمة عملة. اللي حصل هنا أو الظاهرة ديت اسمها تضخم كبير جدا مزعج جدا للمستهلك ومزعج جدا للاقتصاد. طيب هل ده تاريخه راح؟ يعني ما حصلتش قصة التضخم الكبيرة ديت مرة تانية؟ فنزويلا كانت مثال تاني على التضخم الصارخ أو الارتفاع الصارخ في الأسعار، لدرجة إن كيلو الطماطم ارتفع سعره ل 2.5 مليون بوليفار سنة 2019. الحقيقة إن السبب في الناحيتين هو انهيار قيمة العملة، وده نظرا لطباعة عدد عملات أكتر من اللي السوق يتحمله. وفنزويلا كمان ليها موضوع تاني متعلق بهيكلة الإنتاج. المهم اللي يهمنا هنا إن الظاهرة ديت الارتفاع في الأسعار اسمها التضخم الكبير. طيب هل كان ارتفاع الأسعار هو تضخم جامح؟ الحقيقة لأ. التضخم بتعريفه هو عبارة عن الزيادة في مستويات الأسعار، بمعنى إن هو الزيادة في أسعار معظم السلع والخدمات. يعني لو سلعة أو اتنين سعرها زاد ده ما بنسموش تضخم، لكن علشان أحسب التضخم فأنا بحسب الزيادة في معظم أسعار السلع والخدمات، فأنا بختار مجموعة من السلع والخدمات اللي هي بتمثل الأهمية الأكبر للمستهلك وبحسب عليها ارتفاع الأسعار. يعني على سبيل المثال لو سعر الفراري زاد في مصر ده هيأثر على كام في المية من الناس؟ طبعا رقم ضئيل جدا، فبالتالي ارتفاع سعر الفراري مش هيأثر على رقم التضخم. لكن لو سعر حاجة زي الأكل أو الشرب زاد، لا، ده لازم يكون معبر عنه في رقم التضخم. فأنا بعمل إيه؟ بعمل زي مسح وبسأل المستهلكين حضراتكم بتصرفوا فلوسكم على إيه؟ وإيه نسب الصرف على السلع المختلفة؟ وابتدي أكون سلة. السلة ديت بتمثل المكونات الأساسية للإنفاق للأسرة المصرية لو أنا بتكلم على مصر. وبالمناسبة في نشرة مهمة جدا بيطلعها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اسمها نشرة الدخل والإنفاق. في النشرة ديت بيكون فيها الأنماط الاستهلاكية بتاعت المستهلكين المصريين. فأي حد عامل دراسات تسويقية النشرة ديت ممكن تكون نقطة جيدة جدا داعمة للدراسة بتاعته، لأنها بتبين الناس بتنفق فلوسها على إيه وبنسبة قد إيه. وبعد ما تحسب السلة ابتدي شوف التغير في سعر السلة ديت من سنة للتانية. طيب هو أنا ليه بحاول أوصل لرقم بتاع التضخم بالدقة دي؟ لأن رقم التضخم ده حتى لو ما كانش تضخم كبير فبيأثر على مستوى المعيشة بتاعت الأفراد، وبيأثر كمان على التخطيط المستقبل. يعني لو حضرتك أنا شركة وببني مدينة، المدينة ديت هتاخد مثلا 10 ل 15 سنة علشان أبنيها. هسعر إزاي؟ ما أنا لازم أحط في الاعتبار فكرة التضخم، إن الأسعار هتزيد خلال السنين، فبالتالي عايز أخطط. فالتضخم رقم مهم جدا، فلازم يكون رقم مظبوط. في نفس الوقت أنا بستخدم رقم التضخم ده كمان علشان أقدر أشوف العلاقة ما بين الدخول وما بين الأسعار. بالنسبة لحضرتك التضخم كمان رقم مهم لأنه بيأثر على المدخرات بتاعتك. تعال ناخد مثال ظريف. لو حضرتك حطيت $100,000 في الدرج لمدة 20 سنة وكان معدل التضخم 20%، فبعد 20 سنة ال100,000 دول هيشتروا سلعة قيمتها 16,150.
فالتضخم بياكل مدخراتك، فمتابعتك لرقم التضخم متابعة مهمة، لأن أنت أساسي جزء من القصة دي. تعال نرجع تاني للسلة بتاعتنا ونشوف الفرق ما بين السلة المصرية والسلة الأمريكية. المستهلك المصري في المتوسط بينفق 44% من دخله على الأكل والشرب، وده مقارنة ب 15% من المستهلك الأمريكي. وعلشان كده دايما بتسمع إن مشاريع الأكل والشرب هي مشاريع ناجحة، لأن 44% من دخل المستهلك بينفق على الأكل والشرب. وهنلاقي إن الصورة انعكست في موضوع السكن، هنلاقي إن المستهلك المصري في المتوسط بينفق 17%، بينما المستهلك الأمريكي بينفق 42%. ده طبعا ناجم عن احتمال كبير عن فكرة إن إحنا بنسكن لفترة طويلة مع الآباء والأمهات، وبرضه موضوع الإيجار القديم ممكن يكون عامل برضه تخفيض لتكاليف السكن. وبالنسبة للنقل هنلاقي إن 4% من دخل المصريين بيروح للمواصلات، بينما 15% من دخل الأمريكان بيروح للمواصلات. طبعا أمريكا بلد كبيرة جدا، فممكن يكون ده سبب من الأسباب الأساسية. وبشكل أساسي الفرد الأمريكي دايم الحركة والتنقل ما بين الولايات. ده مثال على السلة دي، بناخدها ونبتدي نشوف هي تكلفتها النهارده كام وتكلفتها بعد فترة بكام، نقيس الفرق ما بينهم سواء كان بالزيادة أو بالنقص ونحدد التضخم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. النهارده اتكلمنا عن التضخم وعرفنا يعني ايه تضخم وازاي بنحسبه، وكمان شفنا أمثلة دول التضخم فيها وصل لأرقام كبيرة، وده أدى طبعا لانهيار العملة. فلو عندكم أي استفسارات أو تعليقات ما تنسوش تسيبوها تحت في التعليقات، وأنا هرد عليكم بأسرع وقت. وما تنسوش تتابعوا الفيديوهات الجاية من الكورس علشان نكمل مع بعض في من الأساسيات الاقتصاد. شكرا جدا لمتابعتكم، واستنونا في الفيديوهات الجاية.